السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، متابعين قناة بث مباشر. اليوم حبينا نجرب وياكم حل الفواكه. أي نوع متوفر عندكم، قلاص حليب وقلاص نشا. طبعا هذه بدون سكر وبدون حليب محلى. فواكه: موز، نارنجي، فراولة، تفاح، كيوي، وملعقة زبادي. نجهز الفواكه، نحضرها، نقطعها حسب الرغبة. كذلك نستخدم وعاء يناسب الكمية اللي راح تصير. تقطيع الكيوي بشكل دائري، واللالنجي أو اليوسفي. فراولة مثل ما تشوفون تقطيعها. استخدمنا هذا الألفي، بس بعدين غيرت لأن مساحته أكبر والكمية قليلة. كوب هذا يسع كوبين. نرتب بالأسفل الفواكه. باقي الكمية نعوفها مقطعة. نجيب المقلاة، نضيف كوب النشا وبالتدريج الحليب. طبعا يكون بارد، يعني برودة الغرفة وبرودة المكان. خلط مستمر لحد ما يتجانس النشا مع هذه ملعقة زبادي كنت ناسيها ما نخليها. راح نضيفها أثناء ما يبدي يسخن أو يغلي الحليب على نار هادئة مع التحريك المستمر. عدم التوقف عن التحريك لحد ما نشوف بدأ الخليط يتماسك أو يشد. نضيف ملعقة الزبادي ومن ثم الحليب المحلى أو المكثف. هنا صار ثخين، لازم نبدل الآلة اللي كنا نحرك بيها. بدأ يثخن على الأطراف. هذه نتيجته.
وتم تغيير الألفي. كان المفروض أن قبل أن يجمد هذا الجمد أو يدخل هذا السخنة ينضاف على الألفي، يعني سريع لازم هو حار. المهم أكيد ما راح ياخذ قالب كامل بسبب السمك. كان المفروض أن يكون سائل أقل من هذا سماكة. على العموم الحياة تجارب. نضيف ما تبقى من قطع الفواكه اللي قطعناها سابقا. ونشيله نخليه بالبراد لمدة نص ساعة لحد ما ياخذ قالب، وإن شاء الله تكون النتيجة مرضية. هذا هنا بعد أن طلع من البراد وتم قلبه، يعني شكل بس ما التصوير. والطعم عبارة عن حليب مكثف، يعني لو حط الفواكه وحط فوقها حليب وماكله أحسن من هالتعب ومن هالشغل هذا. نصيحة لحد يجربها، خسارة فلوس. صح القالب مسك لكن الطعم مجرد حليب محلى. يلا بس المنظر والشكل واللمعة تسوى التعب وتسوى الخسارة. نرجع ونعيد، الحياة فرصة وتجربة. جربوها وضيفوا أشياء أكثر أو أحسن من هالشي وإن شاء الله تضبط معاكم. إلى هنا نستودعكم الله.